قلبي مش مرتاح له، في حاجة نفسي يوم اصرح له، لا داعي منه وداعي. واما السنين بتفوت احساسنا ليه بيموت، انا مش هفكر باللي فكر يوم يعكر دمي. ارقص واتدلع اتدلع على ايدي كله هيتدلع. عمري اتسرق مننا فين اللي كانوا هنا. ميلي عيني ميلي والطيف دروبي بيغني عيني ليلي. انت متعالي جدا. خليك رخيص زينا. لا حسبت لك انت الرخص. تبقى واطي. لا كفايه الوطيانه اللي انت فيها دي. في واحد رمالك عمل في البيت، زارك ساعتها بدون مناسبه ولا يحم ولا دستور ورمالك عمل في البيت. نجم التسعينات اللي صوته كان مال الدنيا واللي ناس كتير كانت بتشوفه منافس قوي لعمرو دياب وحميد الشاعري، لكن مع مرور السنين اسمه بقى اقل ظهور واغانيه الجديده ما بقتش تحقق نفس الضجه، ودايما بيتكلم على ان الكل بيغير منه لدرجه انه قال ان في ناس بتعمل له اعمال. من وقت الزياره دي الخير باظ. حياته ما كانتش سهله، من وفاه والده محروق لمرض عياله بمرض نادر. في الفيديو ده هنعرف اسباب غياب ايهاب توفيق عن الساحه، هل هو ما عرفش يواكب التغيير ولا في ناس فعلا بتحاول تنهي مسيرته الفنيه. ايهاب احمد توفيق احمد مصطفى مطرب مصري، اتولد 7 يناير 1966 في المنصوره، بس نقل وعاش حياته في حي الظاهر بالقاهره. ايهاب كان الطفل الوحيد لاهله، بس وهو صغير كان عنده اخ وللاسف مات في حادثه. كنا اسره صغيره جدا، كنت انا وكان عندي اخ اصغر مني توفى واحنا صغيرين برضو، كان اسمه محمد، توفى وكان عمره 13 سنه. من صغره وهو عنده شغف مش طبيعي بالموسيقى، لدرجه ان والده قرر يخلي واحد من اصحابه يعلمه العزف على العود وهو عنده 7 سنين، ولان صوته كان حلو جدا كان بيغني اغاني ام كلثوم وعبد الوهاب في حفلات المدرسه، وبسبب حبه للموسيقى قرر يدخل كليه التربيه الموسيقيه وتخرج منها وتعين معيد في الكليه. وبعدها اصحابه اقترحوا عليه انه يقدم في مسابقه الاصوات الجديده سنه 88، وكان الفنان محمد عبد الوهاب من ضمن لجنه التحكيم، وفعلا ايهاب قدم في المسابقه وفاز بالمركز الاول. وقتها الفنان محمد عبد الوهاب اعجب بيه ومدح صوته جدا، ونصحه لما يبقى نجم مشهور يخلي اسمه ايهاب توفيق بدل ايهاب احمد. من هنا بدا ايهاب يثبت نفسه في الساحه، وقدم اول اغنيه ليه داني اللي كلنا عارفينها باسمراني سنه 90. الأغنية دي كانت زي صاروخ وانطلق ونجحت بشكل رهيب، وكل الناس ما بقتش تتكلم غير عنها. ومع النجاح الكبير ده قرر ينزل أول ألبوم ليه أكمني في نفس السنة. اكمني بهواكي. والألبوم ده خلى الكل يتكلم عن إيهاب، خصوصا أغنية يا حلو الملامح يا حلو الملامح اللي كانت رومانسية بطريقة تخطف القلوب، وأغنية مساكين. مساكين مساكين. وبعد كده إيهاب ما وقفش، نزل ألبومات مميزة جدا زي ألبوم مراسيل سنة 91. الألبوم ده عمل حالة مختلفة، وبالذات أغنية مراسيل كانت ضربة قوية جدا لدرجة إن الناس ما قدرتش تبطل تسمعها في كل مكان. مراسيل مراسيل والحلو عيونه. إيهاب ما اكتفاش بده، وفي سنة 93 نزل ألبوم رسمتك اللي حقق مبيعات كبيرة جدا، وأثبت إنه واحد من أهم مطربين جيله. وسنة 99 إيهاب عمل نقلة جديدة بألبوم سحراني. الألبوم ده كان زي زلزال في عالم الغنى، مش بس مصر اللي سمعته، الأغاني كانت شغالة في كل مكان، في البيوت والشوارع حتى الحفلات بره مصر. النجاح ده خلى إيهاب يثبت إنه نجم عربي مش بس مصري، وبالذات أغنية الحلو حلو اللي كسرت الدنيا. وبعدها بسنة نزل ألبوم حبيب القلب، واللي كانت فيه أغنية تترجى فيا. تترجى فيا تبكي عليا. الأغنية دي كانت حالة خاصة جدا، الناس ما بطلتش تسمعها وترددها للنهار، واللي كتير ما يعرفوهوش إن الأغنية دي ليها ذكرى شخصية عند إيهاب، لأنها كانت بتعبر عن قصة حب حقيقية عاشها، لكنها انتهت بطريقة أثرت فيه لوقت طويل، وده ظهر في إحساسه العالي وهو بيغنيها. أنت كان قلبك مكسور ساعتها؟ بص هو مش قلبي مكسور، بس يعني ما كنتش في حالة تسمح إن أنا أفكر إن العلاقة دي ممكن يحصل فيها التطورات السيئة دي. ونجاحات إيهاب ما وقفتش لحد هنا، بعدها قدم ألبومات مميزة كتير زي ألبوم هما كلمتين سنة 2002. هما كلمتين جوا قلبي ليه حبيبي بحبك. وألبوم حبك علمني سنة 2005. وسنة 2007 عمل ألبوم ديني إلا رسول الله، وده كان لون جديد على إيهاب. إلا رسول الله. وألبوم يا أحلى منهم. يا أحلى منهم.
وبعدها قدم ألبومات كتير لكن ما كانتش بنفس شهرة ألبوماته اللي فاتت. وسنة 2011 ظهر كضيف شرف في مسلسل نونا المأذونة مع حنان ترك. مفيش حد يملى مكان ايهاب بره ولا يملى ولا يفضل. انا اقول له مزيكا ممثل يعني. اقف هنا حبيبي اقف هنا. يا جماعه الاستاذ ايهاب توفيق وصل. واختفى بعدها إيهاب عن الساحة لمدة كبيرة. ويجي هنا السؤال اللي شغلنا كلنا، هل غياب إيهاب عن الساحة الفنية كان مقصود فعلا؟ وهل هو اللي قرر يبعد؟ ولما اتسأل عن سبب غيابه رد وقال السرقه بتاعت الاغاني والاستماع للاغاني بدون الانترنت وكده والحاجات بتاعت الانترنت والصفحات الغير رسميه اللي بتاخد الاغاني وتذاع بوظت اغاني والسينما. كل ده بيخسر الجهه بتاعت الانتاج خساره كبيره جدا. انا الالبوم بتاع 2016 ده انا انتجته، عملت الالبوم وحصل فيه مشاكل كتيره وسرقه ولخبطه وخسرت مبالغ ماليه كبيره جدا بسبب الموضوع بتاع السرقه ده. إيهاب كان بعيد عن المشاكل والخناقات لفتره طويله، لكن حصل معاه كام خلاف على مدار مشواره الفني. تعالوا نتكلم عنهم شويه. زمان كان في كلام عن منافسه وغيره بين إيهاب توفيق وعمرو دياب، خصوصا في التسعينات لما كانوا هما الاثنين من انجح المطربين وقتها. لكن الغريبه ان إيهاب لما اتسال عن وجود خلاف بينه وبين عمرو دياب رد وقال هو مفيش خلاف بس مفيش اتصال. لكن بعدها اتفاجئنا ان إيهاب طلع ودافع عن عمرو دياب. ورغم ان انت كنت بتقول ان مش على ود بعمرو دياب لكن دافعت عن الموقف ككل. الموقف لانه بيمس كمان كل الجيل والناس اللي قبلينا والناس اللي بعدينا، ما ينفعش. لما شيرين عبد الوهاب هجمته وهجمت كل الجيل القديم، وبعدها بفتره اتفاجئنا كلنا ان إيهاب وعمرو دياب بيغنوا سوا في فرح. هل ده معناه انهم اتصالحوا ولا كان شو قدام الناس؟ وبعد كده سمعنا عن خلاف بين إيهاب توفيق وراغب علامة، لكن طلع إيهاب ونفى الموضوع كله، بس قال حاجة صدمتنا كلنا. كل لما تعجب إيهاب أغنية ويختارها يخش عم راغب علامة ياخدها منه. لا، ما هو مش موضوع استسلام، موضوع الله يرحمه حسن ابو السعود بحلم كبير، كان في مكان في سهرة كنا مع بعض وبعدين غنى الأغنية، فأنا اتفقت معاه إن أنا هاخد الأغنية، كان بيسمعها للحضور يعني. قلت له خلاص الأغنية دي هاخدها، وبعد يومين بكلمه تاني عشان نتفق على الفلوس والتنازلات. كان راغب دفع، كان راغب خلص. لكن رغم كده خلينا متفقين ان إيهاب من الفنانين اللي حياته هاديه وملوش في المشاكل ولا الحوارات، رغم ان في فنانين بيعتمدوا في شهرتهم على المشاكل والحوارات. حتى اصحابه من الجيل القديم زي حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس وغيرهم لسه علاقتهم كويسه جدا مع بعض، وعمرنا ما سمعنا عن خلاف بينهم، واغلبيه الوقت بيعملوا دويتو سوا. واخر حاجه كانت اغنيه زحمه الايام اللي كتير مننا ما يعرفوهوش ان إيهاب في اخر فتره اتجه للانتاج بدل الغناء. إيهاب من الفنانين اللي بيحبوا دايما يبعدوا حياتهم الشخصيه عن الوسط، ودايما ما بيحبش يتكلم عن عيلته. إيهاب متجوز ندى وكانت بينهم قصه حب غريبه. شفت مراتي في فرح بنت عمتها، شفتها واقفه كده، فخلص الفرح وهما الناس بتصور معايا، فندهت لها قلت لها ممكن لو سمحت تليفونك عشان عايزه اتجوزك. وعنده منها طفلين عمرهم ما ظهروا معاه ولا ليهم حاجه، ونادرا لما يظهروا سوا. لكن اللي كتير مننا ما يعرفوهوش ان اولاد إيهاب عندهم مرض نادر بيتعالجوا منه بره مصر. ولادك تعبانين شويه؟ هم اساسا مش في مصر، هم في امريكا بيتعالجوا، دي السنه الثالثه تقريبا، بقالهم 3 سنين. والنقطه السوداء في حياه إيهاب هي وفاه والده سنه 2020، وخصوصا انه توفى في حادث صعب والفيلا ولعت بيه ومات وقتها. وقفت الحريقه ودخلت ادور على بابا، ما مش عارف يعني، نفسي الاقيه ما بين الناس اللي واقفين، ما لقيتوش. دخلت حبيبي في الاوضه بتاعته، لقيته نايم في مكانه زي ما هو، اتخنق من الدخان فلقيته ميت. لكن الغريب هنا ان إيهاب صرح وقال ان في زميل ليه دخل بيته وعمل له عمل، والناس هنا ربطت مرض عياله وموت ابوه بالموضوع. واحد رمالك عمل في البيت، زارك ساعتها بدون مناسبه ولا يحم ولا دستور ورمالك عمل في البيت. من وقت الزياره دي ما الخير باظ. إيهاب عانى كتير في حياته، من موت اخوه وهو طفل لحد وفاه والده بالطريقه الصعبه دي ومرض عياله، واخر حاجه قدمها اغنيه هلي يا فرحه هلي اللي كانت دويتو مع دنيا سمير غانم في مسلسل عايشه الدور. هلي يا فرحه هلي لالي يا نجمه لالي. إيهاب عنده دلوقتي 59 سنه وعنده مشوار فني كبير وكله نجاحات، لكن رغم كده واجه تحديات كتير. لكن ما نقدرش ننكر انه فنان موهوب وليه جمهوره الخاص مستنيين منه كل جديد. إيهاب ثروته بتتراوح من 30 ل 35 مليون جنيه. إيهاب توفيق هيفضل واحد من الاسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الاغاني العربيه، حتى لو النجوميه دلوقتي بقت مختلفه عن زمان. يمكن مكانته في الساحه مش زي التسعينات، ويمكن جيل التيك توك والمهرجانات هو اللي بقى مسيطر، لكن ما نقدرش ننكر ان إيهاب ليه شعبيه خاصه
الخاصه. لكن السؤال هنا، هل الزمن هو اللي ظلم ايهاب ولا هو اللي ما قدرش يواكب التغيير؟